ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. وعيد اضحى سعيد عليكم وعلى الامه الاسلاميه اجمعين. النهارده بقى بمناسبه العيد هعمل لكم فخده او كتف ضاني بطريقه حلوه وسهله وبسيطه جدا. انا معايا هنا كتف الخروف، هشيل منه جزء من الدهون. والمكونات هي اللي قدامنا دي، مش هنستخدم حاجه تانية. معايا التوابل: معلقه كبيره ملح، ومعلقه كبيره بابريكا، ومعلقه كبيره فلفل اسود، ونص بلحه جوز الطيب هبشرها. بتدي ريحه وطعم حلو قوي بالذات في الضاني، وهي نص بلحه بس، انا مش هكتر. تمام كده يا حلوين، هي نص بلحايه يعني كويس قوي على كميه الفخده دي. هزود هنا نص معلقه ملح، لان التتبيله ديت اللي هعتمدها للكتف هتبلها بيها كويس قوي، وكمان الخضار. وهنا معايا بقى المكونات: 5 بصلات، واربع وحدات من الطماطم، وتشكيله كده من الفلفل الالوان، و150 زبده لينه بدرجه حراره المطبخ. الخطوة اللي بعد كده هنجيب سكينة ونبتدي نعمل فتحات في اللحمة او الفخدة بتاعتنا، عشان خاطر التتبيلة تدخل فيها وتطعم لنا اللحمة كده، لان انا كمان يعني هشتغل بيها على طول، هدخلها في الفرن على طول، مش هركنها شوية تتبل في التلاجة. فالفتحات ديت هتساعد ان التوابل والبهارات تدخل جواها. هقلبها على الناحية التانية، وهعمل كمان فتحات عايزة التوابل والبهارات دي تدخل في كل قطعة اللحم. بصوا بقى يا حلوين، انا ممكن اقول لكم على تركايه كمان تعملوها لو حابين. ممكن في الفتحات اللي احنا بنعملها دي نحط فيها فصوص توم، برضو بتدي طعم حلو قوي، بتدي طعم في منتهى الجمال. هنبتدي بقى نرش التوابل والبهارات، ونعمل لها مساج حلو كده. كل ما ندلع حته اللحمه كل ما تدينا نتيجه حلوه. وعايزه اقول لكم بقى حاجه، اللي هيشوف الفيديو بتاع ده يقول لي انت بتشتغلي بايدك ويا وياي ومش عارفه ايه. لا بصوا يا جماعه، انا بعمل الحاجه ديت لبيتي، لاكلنا، لاكل اولادي. فانا مش متعوده اشتغل بجوانتي. لو انت حابه شفتي الفيديو وتشتغلي بجوانتي براحتك، انما انا هنا انا مش مطلعه الاكل ده للمطعم او لحد بره، لا انا عاملاه لبيتي. تمام كده، عشان نكون متفقين وما نزعلش من بعض. تمام. هنعمل لها بقى مساج كويس قوي بالتوابل ديت، مش هنخلي ولا حته تكون زهرة، هنغطيها كلها بالتوابل. وكمان الفتحات اللي احنا عملناها هنبتدي ندخل فيها ايه؟ التوابل دي. زي ما انتوا شايفين كده، انا بس زودت الفتحة بالسكينة وهبتدي ايه؟ احشيها بالتوابل. التوابل ديت هتخش جوه اللحم، هتخليها لك متبلة وطعمها في منتهى الجمال، وهيعجبكم جدا. هتاكلوا حتة لحمة حلوة حلاوة وهتدعولي. خلاص كده يا حلوين، هنشيلها ونبتدي نخش في الخطوة التانية. هننزل في نفس الصينية اللي فيها التوابل بالطماطم والبصل والفلفل. في المرحلة دي لو انتوا حابين تضيفوا اي نوع خضار براحتكم خالص، ممكن تضيفوا كوسة، بطاطس، جزر، اي نوع انتوا بتحبوه، وتشكيلة خضار مثلا مع بعض هتكون حلوة ولذيذة جدا. انا هنا معايا البصل قطعه شرايح، وزي ما انتوا شايفين كده البصلايه تقريبا صاحيه كل شويه تقع. هقطعها، هوريكم السمك بتاعها دلوقتي يكون قد ايه. شايفين؟ هقطع بقى كل كميه البصل بنفس الطريقه ديت، وهقلبهم مع بعض تقليبه كويسه. وطبعا انا كنت شايله على جنب معلقه كبيره من التوابل اللي احنا تبلنا بيها الفخده او الكتف، هضيفهم عليها. وكده كده برضو الكتف بتاع الخروف هينزل بقى الزبده بتاعته والتوابل بتاعته على الخضار ديت، فالخضار هيكون في منتهى الجمال. عشان كده بقول لكم لو انتوا حابين تضيفوا اي خضار هيكون طعمه لذيذ جدا وهيعجبكم. انا هغير الصينيه دي لانها ضيقه، مش هتاخد الخضار والفخده، فهحطها في صاج اكبر. انا عايزه اقول لكم ان حبه الخضار دول بعد ما بيستووا بيبقوا طعمهم حلو حلاوه، بيبقوا ألذ من اللحمه. يعني ممكن انا عن نفسي افضل اغمس بقى الحاجات ديت بالعيش، بيبقى طعمها جميل جدا.
تمام لحد كده اهو، سهله وبسيطه اهو لغايه دلوقتي. هنجيب الكتف ونحطه على ظهره، وهنبتدي اسمها ايه، اللهم صل على النبي، ندهنه بالزبده اللينه. هنعيد تاني، انا ما بحبش اشتغل بجوانتي عشان دوت اكل بتاع بيتي وبتاع اولادي، عشان محدش يقول لي كلمه تضايقني في الكومنتات او يتقرف مني. يعني مش عارفه، هو زي ما انا وصلت لكم كده اللي انا عايزه اقوله، ان ده اكل بيتي، فاحنا متفقين كده ان كل ست بيت بتعمل شغلها في بيتها بايديها. تمام. تمام. هنقلبها على الناحيه التانية، وبنفس القصه هندهنها بالزبده اللينه. ممكن حد شطور كده يقول لي طب انت ليه مثلا ما حطيتيش التوابل على الزبده وندهن بيها اللحمه بتاعتنا او الفخده بتاعتنا، ونختصر الخطوه بتاعت ان احنا دهنا اللحمه كلها بالتوابل دي. لو احنا حطينا التوابل على الزبده، الزبده طبعا مع الحراره هتسيح وهتنزل من على الفخده، انما احنا لما بنرش التوابل على الفخده نفسها فالتوابل خشنه، واحنا عملنا. انا هنا بقى في خطوه كده عدت، طلعتها بعد نص ساعه، سقسقت لها تاني زي ما انتوا شفت عملتها بالزبده، وبعد كده شلت من عليها الورق خالص ودخلتها الفرن كمان نص ساعه. اتحمرت زي ما انتوا شفتوا بالشكل الجميل دوت. برضو برجع ادهنها بالزبده. الزبده في المرحله دي بتدي طراوه ولمعه حلوه قوي للحمه. قدميها بقى بالطريقه اللي هتعجبك، على رز بسمتي، على رز ابيض، على محشي. يا رب الفيديو يكون عجبكم والطريقه تكون عجبتكم. صدقوني حته لحمه في منتهى الجمال، واشوفكم على خير.